معرض رشيد كرامي الدولي بطرابلس كان من المعالم الكبيرة بالبنيان والحداثة. تصميم أوسكار نيمار بيحكي قصة طموح كبير، وكان مفروض يغير وجه الشمال، بس مع الوقت الإهمال خيم عليه وتحول تحفة معمارية نسيها كتار. اليوم بإدارة جديدة عم يرجع المعرض يتنفس من جديد ويلعب دور ليكون نقطة التقاء للثقافة، الاقتصاد والإنماء بمدينة طرابلس. أهلا وسهلا فيك أستاذ هاني، وشكرا على الاستضافة. من وقت ما استلمت الإدارة التغيير كان لافت وواضح. شو كانت أول خطوة قلت بدي أعملها لأكسر جمود المعرض؟ أول خطوة قلت بدي أعملها، قلت بدي خلي كل شيء في صحفيين من لبنان يجوا يحكوا عن المعرض، وحضرتك كمان من الناس اللي يجوا منهم لوحدهم بدون ما نحن نقول لهم. فالفكرة بالنسبة لنا أول ما استلمنا إدارة المعرض قلنا نحن موجودين بواقع عنده كثير من المشاكل، وأي مشكلة عنا إياها لازم نحاول نفكفكها ونحلها. فاللي عملنا حطينا استراتيجيا، بناء على الاستراتيجيا اللي نحن حطيناها بكل بساطة حطينا خطة عمل واضحة وبلشنا نحل المشاكل المتواجدة. بالنسبة لنا اشتغلنا على المدى القصير والمدى المتوسط والمدى الطويل بالرؤية تبعيتنا. المدى القصير عم تشوفوا نتائجها، وأنا بوعدك بالفترة الجاية المدى المتوسط حتشوفوا نتائجها اللي حتكون نتائج أعمق من الشيء اللي عم نشوفه، من الإيجابية اللي عم نشوفها. والمدى الطويل إن شاء الله سوية نحن كلبنانيين نقدر نلعب دور إيجابي بتحسين الواقع الاقتصادي بشمال بكل لبنان من معرض رشيد كرامي. شو الإنجازات اللي عم تشتغل تحققها بلا ما نسمع كلمة ما خلونا وما قدرنا؟ هلا بالنسبة للإنجازات، نحن كل الناس عم تحكي إنه المعرض عم يتغير والمعرض صار فيه بقلبه حياة. الهدف العميق للمعرض هو تحريك الاقتصاد الشمالي اللبناني من خلال معرض رشيد كرامي، من خلال مشاريع كبيرة، من خلال معارض كبيرة. اليوم بالمعرض عم تشوفوا انه في احداث، في مشاريع عم تصير، ولكن انا بالنسبة لي وبالنسبة للإدارة هن مشاريع جدا صغيرة بالنسبة للأهداف والطموحات اللي نحن حاطين. ثانيا كمان من خلال المشاريع الكبيرة اللي عم نشتغل عليها غير الكويك وينز اللي عم تشوفوها. اليوم نحن عنا مشروع مثل مشروع الأوتيل موجود بمعرض رشيد كرامي. اليوم إذا قدرنا ننجح ونشتغل على الموضوع بشكل كتير جدي، إذا قدرنا ننجح ونقدر نخلي هيدا الأوتيل يرجع يشتغل، تخيلي قديش عم تشغلي فرص عمل وناس بالأوتيل، قديش عم تخلقي حركة اقتصادية، قديش عم تشجعي ناس يجوا على المدينة يعملوا سياحة كمان بالمدينة إذا في عندك أوتيل بمستوى عالي موجود بالمدينة. اليونسكو صنفت المعرض كموقع تراثي عالمي معرض للخطر. كيف عم تشتغلوا اليوم لتفادي هالخطر؟ ليكي هلا بالنسبه لنا اليونسكو صنفت المعرض اول شيء على لائحه التراث العالمي. هذا الجزء الايجابي بالموضوع. نحن اليوم صرنا مسجلين على لائحه التراث العالمي كمركز او كمعرض عنده هالطابع الثقافي العالمي. هذا شيء ايجابي بالنسبه لنا اليوم كمعرض، لانه عدد المراكز والاماكن المصنفه على لائحه اليونسكو هي يعني ليميتد، محدوده عادة. ولكن بالمقابل وللأسف نحن صنفونا كمان على اللائحة المهددة، لأنه فعلا هودي المباني اللي شايفينها هي مباني ولا أروع من هيك، اللي عملها شخص ولا أروع من هيك معروف عالميا اللي هو أوسكار نيماير اللي هو بنى مدينة برازيليا. في عنا مشكلة لأنه هودي المباني صار لهم 50 سنة، وهودي المباني مع مرور الزمن والأحوال الجوية والمشاكل الطبيعية تتعرض لمشاكل. هلا كيف عم نتعامل مع هذا الموضوع؟ نحن اليوم عم نتعامل مع هذا الموضوع بحذر مطلق. بنعمل دراسات معمقة لكل مبنى، وكل دراسة بتاخد وقت وفترة زمنية طويلة. هيدي بالمرحلة الأولانية. مجرد ما تخلص الدراسة بنقدم فيها بكل بساطة تقرير لليونسكو نتداول بيننا وبينهم بما يتعلق بمضمون الدراسة، ومن ثم بنحط خطة ترميمية بالتعاون مع اليونسكو والتعاون مع الخبراء المتخصصين بالمباني الأثرية التراثية العالمية. شو الإيفنت اللي محضرينها لكريسمس ورمضان هالسنة؟ هلا بالنسبة لنا نحن مش بس كريسمس وشهر رمضان، المعرض صار مكان يضج للحياة الدائمة والمستمرة. مش حننطر أحداث وتواريخ محددة تنعيش المعرض. أكيد بكريسمس في عنا نحن
كريسمس فيستيفال حيكون. كريسمس فيستيفال حيكون ابتداء بين 19 ل 30. طرابلس حياة هي اللي عم تنظمه. هيدا اول شيء، ولكن تحضيرا لكريسمس ايفنت في عنا ريسيتال حتعمله تانيا أسيس مع جمعيه موجوده بطرابلس، مدام مايا حبيب واستاذ الي وكيم هن عم ينظموها هون بالمعرض. فنحن بالنسبه لنا كريسمس اوريدي حضرت الامور بلش ينشغل عليها. رمضان كمان نفس الشيء، في عنا كمان يعني حدث كتير كبير حيكون برمضان، ولكن مش حننطر كمان بس رمضان اخر 10 ايام والاعياد، كمان في تحضير قبل رمضان. يعني اول اسبوعين برمضان كمان حيكون في احداث مستمره. تردوا الحياه لطرابلس اوريدي ردت. شو الرساله اللي بتحب توصلها لاهالي طرابلس وللجيل الجديد بالتحديد عن قيمه هالمكان وقديش ممكن يكون عنصر قوي للمدينه؟ الرساله الاولانيه شكر ما له حدود لاهالي الشمال كلهم سوا، لكل اللبنانيين، لانه بدعمهم عم نقدر ننطلق. انا لوحدي ما بقدر اعمل شيء، حضرتك لوحدك ما بتقدري تعملي شيء. لما بتتضافر كل الجهود مع بعضها عن جد نقدر نعمل نتيجه، وهذا الشيء اللي عم يصير على ارض الواقع. هيدي النقطه الاولانيه. اما النقطه الثانيه، اليوم المعرض فيكم شريان اساسي ورئه اساسيه لتطوير الاقتصاد في طرابلس والشمال وكل لبنان. مشان هيك انا اللي بدي اقوله كمان انه هيدا المكان هو واحة من الامل الايجابيه، واحة من التطوير الاقتصادي. اي حدا عنده اي فكر لاي مشروع اقتصادي، انمائي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، هيدا المكان الصح. السياسه لها دور بالمعرض؟ بالنسبه للسياسه انا صراحه هلا صار لي 3 شهور، ولا مره من المرات حدا من السياسيين اجى طلب مني طلب، ولا مرة حدا من السياسيين قال لي انه هاي مسموحة وهيدي مش مسموحة. إذا بدهم يعملوا ندوات سياسية، نحن ملتزمين بقرار رئاسة الحكومة يلي قال من خلالها المؤسسات العامة لا يتم فيها تناول أي مواضيع سياسية أو دينية بكل بساطة. لو بدك تعرف عن المعرض لشخص غريب، كيف بتوصفه لتشجعه يزوره؟ هيدا أصعب سؤال. قد ما بتعرفي بتوصلي لمحل ما بتقدري تعبري على العمق الروحاني اللي عندك اياه تجاه الشخص. نفس الشيء بالنسبه لي، اني اعرف المعرض بشكل معمق مش رح اقدر 100%، ولكن خليني اقول لك انه المعرض بشكل عام بالنسبه لي هي بكل بساطه واحة من الامل الايجابي يلي من خلاله نقدر نطور الواقع السلبي اللي نحن عم نعيشه. تشبه القصه مثل نقطة ضوء بعتمة، والمعرض أنا بشبهه بنفس الطريقة. وبالطبع بالنسبة لنا بشجع كل الناس من كل لبنان، وإذا حدا عم يسمعنا من الدول العربية كمان من الدول العربية، يجوا يشوفوا المعرض، يجوا يشتغلوا بالمعرض، ويجوا قد ما فيهم يتمتعوا بالإيجابية الموجودة بالمعرض. قد ما حكينا عن هالمعلم ما رح نوفي حقه، بيستاهل إنكم تزوروه، لأنه كل زاوية فيه بتحكي حكاية، وكل خطوة جواته بتفرجيكن قديش هالمكان غني.